عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه والسلامه. معكم محمد يوسف، النهارده رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده يا جدعان مهم جدا مهم جدا، وعايز كله يركز في كل نقطه هقولها في الفيديو ده. تمام؟ الفيديو ده هيبقى بدون مونتاج على طول كده عشان انا هقول لكم كلمتين مهمين قوي عن حوارات الباج وازاي تحمي ايمانك منها وكده. بس قبل ما اتكلم في الكلام ده كله، في تحت قناه هتبقى بتاعت المنوعات. تمام؟ القناه دي بقى الناس اللي بتحب لعبه فول جايز، امونج اس، اي لعبه الناس بتحبها هتلاقيها في القناه دي ان شاء الله. هنزل فيها بشكل يومي. فبعد اذنكم يا جدعان، القناه دلوقتي فيها 350 مشترك، يا ريت نوصل القناه ل 500 مشترك. وبرده انا عايزكم في الفيديو ده يعني تشوفوه من اوله لاخره، لان الفيديو ده مهم. ويا ريت شيروه لاصحابكم وتقولوا لهم ايه انتوا بتتسرقوا. وخلي بالكم من كام نقطه. بصوا يا جدعان، انا والله انا محضر لكم شويه كلام هنا. طبعا انا خدت زباله، يعني مش عايز اطلع خط وكده، ولكن انا محضر لكم شويه كلام مهم جدا جدا جدا، والنهارده هطلع اقوله، ويعني هطلع اتكلم عليه، لان لازم تعرفوا الكلام ده مهم جدا جدا جدا. تمام؟ ناس الفتره الاخيره دي كلها، يا محمد باع لي الايميل، يا محمد انا عايز ابيع الايميل بتاعي، انا عايز اكتر، قسما بالله اكتر من بتاع 20 ايميل معايا لحد دلوقتي، انا عايز ابيع الايميلات دي، انا عايز ابيع الايميلات دي. ناس كتير زعلت مني قوي، يا عم انت ما تردش علينا، يا عم مش عارف ايه، يا عم خد بيع الايميل يا عم. بصوا يا جدعان افهموا، دلوقتي كروس فاير بقى فيها 4 بجات. شايفين 4 بجات؟ تمام؟ 4 بجات دول بقى ايه لازمتهم؟ ايه؟ بصوا يا جدعان، دلوقتي ولا الفريستات بتاعتك بقى ليها لازمه، ولا الجيميل بتاعك بقى ليها لازمه. تمام؟ ولو مثلا لو انت دلوقتي لقيت ايميلات بسعر خرافي بقى، اللي هو ايميلات زائد 7 وزائد 10 وزائد 12، لو كان مين؟ لو كان انا اللي باعها لك قول لي لا مش عايز ايميلات. محدش يشتري ايميلات يا شباب الفترة دي خالص خالص خالص، لان الايميلات بقت ترجع. تمام؟ وحتى لو انت عملت حوار الفريستات اللي هو بتاع ال3 شهور، ماشي، وان كل شويه يجيلك 3 شهور، ما بقاش فيه الكلام ده خالص. ده دلوقتي بقى فيه بج، حتى لو الجي ام رفض الرساله بيخليك ترد عليها. طيب ايه فكره الفيديو ده، او ايه يعني اللي انا طالع اقول عليه؟ يعلم ربنا يعني اي كلمه اقولها او اي مصدر اعرفكم فيه في الفيديو او اعلمه لكم النهارده، انا جاي اعلمه لكم علشان تاخدوا حذركم. تمام؟ ومعلومه كمان، انا لو نزلت طرق عمل البج او كده، هنزلها ليكم كلكم، عشان مفيش حد يجي يتفزلك عليا على الفيس ويقول لي خد، بيجيبوا لي ايميلات مسروقه وخد رجع لي الايميلات دي والحوار دي. لا خلاص، ما بقاش في الكلام ده، ولا الكلام ده بقى يكون معايا خالص. انا الحمد لله عارف ديني كويس، انا مسلم ماشي، وديني بيقول لي اللي انا ولا اسرق ماشي، ولا انصب على الناس، ولا الكلام ده كله. تمام؟ فشويه العيال الزباله اللي هم بتاع كروسفاير الحراميه، تمام، والواحد مش عايز يفضحهم مع اني عارف اساميهم وعارف هما بيعملوا ايه، والواحد مش عايز يفضحهم. تمام؟ عالم زباله، بيسرقوا الناس، بيسرقوا يا عيني عيال غلابه، يقعد يغويه، يقول له تعالى خد اشتري مني الايميل ده 15 في اي بي مش عارف بكام والشغل ده ومش عارف ايه. تمام؟ فيعني ايه ده بقى؟ ايه ده يعني؟ ربنا هيحاسبهم. تمام؟ ده ربنا هيحاسبهم. فيا شباب انا عارف ان انا برغي كتير قوي، بس زي ما قلت لكم ايه، لازم كنت اقول المعلومات دي مهمه. ففي الفيديو بتاع النهارده هقول لكم ازاي، يعني هفهمكم يعني ايه البج وازاي بيحصل. تمام؟ ولو هنزل بقى شرح كامل ومفصل ليه وكده، هيبقى زي ما قلت لكم غرضه تعليمي مش غرضه السرقه. ومش هيبقى على القناه دي، هيبقى ممكن انزلها على القناه بتاعت المنوعات، لان انا مش عايز القناه دي تبوظ ولا تاخد مخالفه. فتاكد انت مشترك، بس مش اكيد ان انا هنزلها، بس اتاكد ان انت مشترك في قناه المنوعات لو انت زي ما قلت لك بتحب الالعاب، او لو نزلت فيها البج يعني وكده. تمام؟ تمام. بصوا يا شباب، اول حاجه دلوقتي عندنا اللي هو البج العادي. البج العادي زي ما انتم عارفين، اللي هو العادي ده، اللي انا مثلا لو حد يعمله الياهو بتاعه اي كلام، او الياهو ما بيبعتلوش رساله، هو ده اللي انا بعمله للناس. تمام؟ اللي هو اللي انت بتخش بتجيب شويه معلومات عن الموقع وبتقدمها للجي ام، وايه بتخليه ايه يغير لك الفريستات وكده. يعني ايه؟ بتحط بقى سؤال امان من عندك، بتحط بتاع من عندك، والحوار بينجح وبيمشي عادي، بس لازم يكون معاك كود شحن وكده. دي اللي هي عادي اللي انا بعملها. وبعملها الناس ايه، بتاكد ان هم اصحاب الايميلات، لان الايميل مثلا بيبقى
اسمه ده الايميل طبعا مش بيبقى مسروق يعني ولا حاجه، بيبقى فاهمين اللي هو بيبقى الباسورد اللي هو يعني بيبقى اي كلام، اللي هو فاهمين اللي هو بيبقى اي كلام يعني وكده. تمام تمام. بصوا بقى يا شباب، ده زي ما قلت لكم البج العادي اللي انا بعمله. تمام. ده بعمله ليه؟ لو هو ايه ناس يعني عاملين ايماتهم اي كلام وكده، فده عادي انا بعمله، ده ما فيهوش اي حرمانيه وفي ناس كتير قوي منزلاه ايه على اليوتيوب يعني وكده. تمام تمام. بصوا بقى يا شباب، اول حاجه بج ال 24 ساعه. طيب يا محمد، هو ايه بج ال 24 ساعه او ايه لازمته؟ تمام. انا زي ما قلت لكم النهارده هعلمكم الحاجات دي عشان تاخدوا حذركم وكده. البج 24 ساعه ده زي ما قلت لكم اللي هي الايميلات اللي الناس كتير قوي بتشتريها. تمام. يعني مثلا انا دلوقتي واحد لقيت عرض مغري قوي، ايميل زائد 15 ماشي، او مش عارف ايميل زائد كام ب 500 جنيه، وايميلات ب 400 جنيه، والايميلات دي كلها. تمام. الفتره دي فعلا انتشرت جدا، ولو حتى دلوقتي لو دخلت على اي جروب وشفت هتلاقي الايميلات دي بتتباع، وبس من غير يعني ذكر اسماء الناس دي، هتلاقي ناس معينه ومعروفه وبتبيع الكلام ده. تمام. بس مش هذكر اي اسم فيهم، لان ايه ده طبعا غير قانوني اللي انا اذكر اي اسم فيهم. تمام. فبص يا شباب، البج ده يا باشا بيديك الايميل والباسورد، وبيديك الفريستات، وبيديك الجيميل وكل حاجه. حلو الكلام. هو بقى في حاجه في الموقع معينه، حاجه عامله زي الفحص عنصر، وطبعا انت بتغير الباسورد وبتغير كل حاجه، وبيبقى معاك الجيميل وكل حاجه. في خلال 24 ساعه البيانات اللي انت مغيرها، هو طبعا بيبقى مسجل الايميل عنده في المتصفح، فالبيانات اللي انت مغيرها بيبقى في حاجه زي الفحص عنصر بتبقى مسجله عنده، وبتنزل له البيانات بتاعته. تمام. البيانات دي بقى ايه بتاعتك اللي انت الجديده اللي انت حطيتها، بتتمسح في خلال 24 ساعه. فهو 24 ساعه يقدر يا جدعان، يقدر يا شباب ان هو يرجع عليك الايميل. فانت دلوقتي لو حبيت تشتري ايميل، يا اما تقول لصاحبه استنى 24 ساعه وابعت لك الفلوس، يا اما ما تشتروش ايميلات خالص. فهو ده يا شباب البج اللي حبيت اللي انا افيدكم بيه، بج ال 24 ساعه. ان زي ما قلت لكم في حاجه بتبقى في جوجل معينه، بس مش هقولها دلوقتي ولا هشرحها دلوقتي. زي ما قلت لكم ان الحاجه دي تقدر في 24 ساعه يقدر يكون معاه البيانات الجديده بتاعه ايميلك. تمام. فده معانا يا شباب، ده اول بج معانا. البج التالت يا شباب اللي معانا، البج التالت واللي احنا المفروض نتكلم عليه النهارده، هو بج لو دلوقتي لو انت دلوقتي مقدم للجي ام اي بيانات، لو انت حتى كاتب له كلمه باسيا في الاي جي ان، وكاتب له اي كلام وقال لك ان الفريستات دي غلط ورفضها. تمام. وقال لك ان الفريستات دي غلط ورفضها، بيبقى برضه في حاجه في موقع كروسفاير، هو حاجه زي الفحص عنصر بس مش فحص عنصر، واي حد يقدر يعملها. لو الجي ام رفض الفريستات دي، تقدر اللي انت ترد عليه، يعني ترد اكنك الجي ام وترد على نفسك، وتحط له الجيميل وتقول له ايام شور، ويوافق عليها والجيميل بتاعك يتغير. فشباب يعني انا زعلان جدا ان موقع كروس فاير كله اخطاء وكله، بصوا يعني الفحص العنصر اللي في الموقع شغال، يعني فاهمين شغال اللي انت تقدر تعمل بيه اللي انت عايزه. فهو الفحص العنصر بتاع الموقع، اسف يا شباب بس الجو حر، الفحص العنصر بتاع الموقع شغال. تمام. فزي ما قلت لكم اللي هو تالت بج عندنا، لو الجي ام رفض الرساله انت تقدر تخليه ان هو يوافق. يعني انتوا شفتوا الدرجه دي وصلت لحد فين، اللي انت هو رفض الرساله وخليه يوافق. وانا هوري لكم اثباتات زي ما قلت لكم في فيديو قريب، بس ان شاء الله مش هيبقى على القناه دي عشان ما بوظهاش. تمام. الكلام ده كله باثباتات. انا دلوقتي زي ما قلت لكم بقول لكم ازاي تاخدوا بالكم على ايميلاتكم، والفيديو الجاي هيبقى فيه شرح الكلام ده بالتفصيل، بس مش على القناه دي. تمام. مش هيبقى على القناه دي. تمام. بصوا يا شباب، رابع بج معانا، وده الصراحه اللي انا شايفه احسن بج من البجات كلها اللي انا قلت لكم،
وده عادي، انا ممكن انزله على القناه دي. تمام. وهو بج ازاي تخفي ايميلك من كروس فاير. تمام. آه تخفي ايميلك اللي هو ما يفتحش على الموقع يعني ويفتح على اللعبه. ده بقى ده انت لو عملتها، تمام، عارف بقى حلاوته ايه بقى يا باشا؟ حلاوته اللي انت دلوقتي لو اشتريت ايميل هتقفل ايميلك على الموقع علشان محدش يرجعه بقى بفريستات ولا بجيميل ولا بالكلام ده كله خالص. فدي بج حلوه جدا، وانصح ان كله يعملها في ايميله. لو انت خايف على ايميلك او لو انت مديه لصاحبك، هتقفل ايميلك على الموقع، يعني صاحبك ما يقدرش يغير الباسورد من الموقع، ولا يقدر يغير الجيميل، ولا يقدر يعمل اي حاجه. فده مفيد، وده طبعا لازم الناس كلها تعرفه. اللي عايزه تقفل ايميلات على الموقع، طبعا انت من الاثنين للخميس تقدر تفتح ايميلك في اوقات معينه، بس طبعا كل ده في شرح فيديو تفصيلي، لان انا اساسا لو عملت الفيديو ده، لو قعدت شرحت لكم بج في الفيديو ده، يعني الفيديو هيبقى بتاع ساعه ولا حاجه، فاهمين؟ فانا بس طالع بس اديكم ايه نبذه عن البجات وكده. تمام. فشباب البج ده يا شباب زي ما قلت لكم، هتقفل ايميلك وتديه بقى اللي انت عايزه مستريح، لان ايميلك هيختفي من على موقع زد 8 بس هيفتح على اللعبه، ومحدش بقى هيقدر يخش يغير الباسورد، وهتديه اللي انت عايزه ايه مطمن. تمام. هتديه اللي انت عايزه مطمن. حلو الكلام. حلو الكلام. فصراحة اخر بج ده حلو جدا، وده بقى ايه ده احتمال انزله هنا عشان ايه كله يستفاد. ولو انت ايه بقى عايز تدي ايميلك لصاحبك يلعب لك بيه يفرم لك بيه ما تكونش قلقان، فتعملها. تمام. فان شاء الله يا شباب الكلام ده كله هنزله. تمام. وقولوا لي انه بج عايزين انزله زي ما قلت لكم، بس مش هنزله على القناه دي، هنزله على القناه اللي هتلاقوها تحت في الديسكربشن. تمام يا شباب. ويا ريت يا شباب نشير الفيديو ده. انا بقى ولا الفيديو ده هطلب منكم لايكات ولا اللي عايزين تعملوه، بس انا طلعت اديكم نصيحه واحذركم، وشوفوا انتوا بقى وضميركم. لان انا عارف الناس اللي هم الناس اللي هم عارفه البجات وكده، ان هم ممكن يأذوني في الفيديو ده. تمام. ان هم مثلا يعملوا فيه حاجه او كده. فيا ريت يا شباب تقفوا جنبي وتدعموني بلايكات، لان اقدر استمر في القناه، وتشيروا القناه لان اقدر استمر. لان انا المعلومات اللي انا بقولها لكم دي خطيره، ومش اي حد يقدر يقولها. تمام. زي ما قلت لكم انا مديتكم نبذه عنها، وفي الفيديوهات الجايه يعني هطلع اتكلم عنها وهطلع اشرحها لكم. بس انا فعلا كان لازم اطلع اقول لكم الكلام ده، عشان زي ما قلت لكم ولا تشتروا ايميل ولا تدوا ايميلكم لاي حد من اصحابكم خالص اليومين دول، لان في سرقه بنت كلب بتحصل، سرقه بتحصل جامده قوي في كروس فاير، وناس كتير قوي جدا حراميه. فبلاش يا شباب تشتروا ايميل ولا تدوا حد يعرض لكم ايميلكم للبيع، ولا الكلام ده كله خالص 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 خالص. تمام يا شباب. انا كده انا عارف ان انا طولت عليكم، بس كان لازم اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. تمام. في ناس طبعا دلوقتي تقول يا عم انت رغاي ما كنت تنجز ومش عارف ايه. لا انا بحب اقول كل حاجه واقول كل نقطه والشغل ده يعني وكده. تمام. فيا شباب ما تنسوش تدعموني باللايك. محتاج لايكاتكم يا شباب، محتاج لايكاتكم جامد جدا جدا جدا. انا عارف ان انتوا ناس على وضعكم وناس زي الفل زي العسل والله، حبايبي جدا. انتوا دعمكم رهيب. انا عارف انا اللي بقصر معاكم، ما بنزلش فيديو كل يوم، وفي شويه فيديوهات مثلا يكون عندي وحشه او كده احاول احسن من نفسي باذن الله. طبعا انا مش عارف الكاميرا انا مظبطها ولا لا، بس انا خربت الاعدادات دلوقتي، يعني مش عارف الصراحه، ببقى مشغول ومش عارف اظبط الكاميرا. فيا شباب معلش انا اسف، انا طبعا ايه انا عمال اطول، بس خلاص كده ايه هنهي الفيديو باذن الله لحد هنا. تمام. واشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي، وهشوف بقى انا عايز اشوف كومنتاتكم وكده، وهل عايزين انزل بج ولا مش عايزين انزله. طبعا كل ده بحسب التفاعل بتاعكم. لو التفاعل بتاعكم حلو على عيني وعلى راسي وهنزل لكم. تمام. وحبايبي يا جدعان والله حبيبي قوي، يا ريت يا جدعان برضه قبل ما انهي الفيديو محدش يجي يكلمني على الفيس ويقول لي ممكن تقولي لي بج، ممكن بتاع، ممكن كده، لان انا عارف اللي بيكلموني بيقولوا لي كده بيبقوا حراميه وعايزين يسرقوا الناس. فانا مش هقول حاجه، لو هقول حاجه هقولها على اليوتيوب ليكم لاخواتي كلهم حبايب قلبي. وبس كده يا شباب الفيديو بتاعي النهارده يكون خلص. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ولا سلام. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.